قناة زوفوت بمناسبة مشاركة المنتخب الوطني بكأس إفريقيا. اليوم سنقدم لكم 5 أهم أهداف المنتخب الوطني عبر مشاركته السابقة، والتي كانت أهم الأهداف التي طبعت تاريخ المنتخب الوطني في كأس إفريقيا. دورة 2017 بالغابون، دخل المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الفرنسي هيرفي رونارد، وقد عرفت أول مباريات خسارة مفاجئة أمام الكونغو الديمقراطية، ثم فاز المنتخب الوطني المغربي على الطوغو لتبقى له مباراة مصيرية، مباراة سد أمام الكوت ديفوار. وفي الدقيقة 64 كانت هجمة للمنتخب الكوت ديفوار، ولكن كريم الأحمدي استرجع الكرة بكل قتالية لتتحول الكرة إلى هجمة مرتدة لصالح المنتخب الوطني، وتصل الكرة إلى يوسف النصيري الذي قرر التمرير لرشيد العليوي، وكان لرشيد العليوي فرصة للتمرير ليوسف النصيري لينفرد أمام الحارس، لكنه اختار القرار الصعب ألا وهو التسديد، فكانت التسديدة رائعة في الجمال، وكان الهدف جميل للمنتخب الوطني، ويبقى هدف أسطوري لفائدة رشيد العليوي، ويضمن به المنتخب الوطني المرور إلى الدور الثاني. دورة 1998 التي نظمت في بوركينا فاسو، تحصل المنتخب الوطني المغربي على 4 نقاط من مباراتين، وتبقى له سوى نقطة واحدة للمرور إلى الدور الثاني، وكانت هذه المباراة الأخيرة ضد المتصدر المنتخب المصري. بينما المباراة تصل إلى الدقيقة 90 والكل ينتظر صافرة النهاية، تصل الكرة إلى الجهة اليمنى عند أحمد البهجة الذي أضل المراوغة المدافع المصري بطريقة رائعة ليرفع الكرة في نقطة الجزاء. الكل ينتظر رأسية من أحد المهاجمين، لكن مصطفى حجي كان له رأي آخر وقدم مقصية رائعة انتهت في مرمى المنتخب المصري، وكان ذلك من أجمل الأهداف التي سجلت بكأس إفريقيا على مر التاريخ، ليمر المنتخب الوطني المغربي كمتصدر لهذه المجموعة في تلك الدورة. تونس 2004، المباراة الربع النهائي التي جمعت بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. الدقيقة 87 المنتخب الجزائري يسجل الهدف الأول لتبدأ الاحتفالات من المدرجات لأنصار المنتخب الجزائري الذين حضروا بقوة في هذه المباراة، خصوصا بعد تجاوزت المباراة الدقيقة 90. وفي الدقيقة 94 من المباراة يظهر محا اليعقوبي وينسل من الجهة اليسرى ليمرر الكرة نحو نور الدين النيبت الذي لم يتمكن من الكرة، وتذهب الكرة إلى مروان الشماخ الذي يسددها في الشباك بكل قوة، ويعتدي المنتخب الوطني المغربي التعادل في هذه المباراة. ثم تذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية ويفوز المنتخب الوطني ب3 أهداف لهدف، ويمر إلى الدور النصف النهائي من هذه البطولة. دورة الكاميرون 2021، المنتخب الوطني المغربي يصطدم بالمنتخب الملاوي في دور الثمن النهائي. الدقيقة 69 المنتخب الوطني متعادل 1-1 أمام مناظره الملاوي، ويتحصل المنتخب الوطني المغربي على ركلة حرة على بعد 30 متر، ويتقدم لها أشرف حكيمي ليسددها بكل قوة في الزاوية 90 في شباك الملاوي، ويهدي هدف الانتصار للمنتخب الوطني وهدف المرور إلى دور الربع النهائي في هذه البطولة، وكان هذا من أحسن الأهداف التي سجلها حكيمي مع المنتخب الوطني المغربي. ونذهب إلى أهم هدف للمنتخب الوطني المغربي عبر تاريخه، هدف البطولة الوحيدة التي حصل عليها المنتخب الوطني في هذه البطولة سنة 1976، البطولة المنظمة بإثيوبيا. وتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته ب5 نقاط في نظام البطولة القديم الذي كان يعتمد على مجموعتين، يمر الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني، ويلعب الدور الثاني كنظام مجموعة واحدة. يفوز بالبطولة المتصدر لهذه المجموعة، وكان المنتخب الوطني المغربي يحتاج نقطة واحدة فقط من المباراة الأخيرة ضد منتخب غينيا، لكن المباراة بدأت صعبة خصوصا بعد تسجيل المنتخب الغيني هدفه في الدقيقة 34، وفي الدقيقة 86 تصل الكرة إلى الأسطورة فارس ليمررها إلى أحمد مكروخ الملقب ببابا، ويسدد بكل قوة ويهدي هدف الفوز وهدف الانتصار والفوز بالبطولة الوحيدة، وهدف أسطوري حقا الذي أهدى البطولة الوحيدة للمنتخب الوطني المغربي. وفي الأخير نشكركم لتتبعكم هذه الحلقة، وشكرا لكم، ونتمنى لكم أن تشجعونا بلايك ومتابعة لصفحتنا، وشكرا لكم على المتابعة.